اكل في اسكندريه الجوله الفريده من نوعها عند كبده فهمي في ثوبه الجديد. بص بقى انت النهارده هتسمع اسعار ما سمعتهاش قبل كده، ولا مكان ولا زمان حتى. خلينا نبدا لك بالاكله الشعبيه اللي كلنا بنحبها، وطبق الكشري ده عامل 20 جنيه بس. طب تفتكر السندوتش العظيم ده ممكن يبقى عامل كام؟ 30 ولا 20؟ طب خليني اقول لك ان السندوتش ده ب 10 جنيه بس. طب عشاق الكبده المشويه نزعلهم يعني؟ لا بقى ما نزعلهمش، احلى واحد كبده مشوي عند فهمي وب 20 جنيه بس. لا بص بقى، ما هو المكان ده ملوش حل عندي غير انه بيخسر، عشان طبق الكبده ده ب 40 جنيه بس. ايه يا جماعه، انا هاخده واجري. طيب انت طبعا مش مصدقني لحد دلوقتي، وانا عارفه انك مش مصدقني، بس خد الكبيره بقى. وجبه الكفته الحلوه دي بالبطاطس بالطحينه بالعيش بتاعها، وكمان مكرونه فرن باللحمه المفرومه، تفتكر بكام؟ 120 ولا 100 ولا 90؟ طب خليني بقى اقول لك ان هي ب 80 جنيه بس. ده ايه يا جماعه المكان اللي ملوش صاحب ده بيبيع الحواوشي ب 20 جنيه بس، لحمه او صدوق. طب اصعبها عليك شويه كمان واقول لك ان كمان بسطرمه ولحمه واعلى سعر هتشوفه ب 45 جنيه بس. طب انا بقى يا ستي كان امريكي وماليش في الشعبي ده، ما اكلش يعني؟ لا تاكل. طبعا بقى هتقولي لي البيتزا هنا غاليه وكده. لا 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 خالص، ده البيتزا هنا بتبدا من اول 40 جنيه واعلى سعر هتشوفه 70. ده البيتزا بره بتبدا من اول 70. ده كده كان الحجم الوسط من بيتزا الصدق وب 50 جنيه بس. هنا بقى انا هوصلك لاعلى ليفل عند فهمي، وهو ليفل السوري. اي سوري بقى هتشوفه عنده هتلاقيه من 20 ل 25 جنيه. لكام؟ ل 25. بقول لك ايه، البس وتعالى بقى عشان احنا مستنيينك في كبده فهمي. فهمي بقى عنده بدل القعده 2 قاعده جوه الصاله، قاعده كمان بره في الشارع، ومدلعك كمان بتندة عشان الفرهده والحر. وما تنسوش ان فهمي عنده توصيل لاي مكان في اسكندريه، وهسيب لكم المنيو بتاعه في الكومنتات.